السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع ديال هذه الحلقه ان شاء الله غادي يكون كيفاش تقدر تريني ولا كيفاش تقدر تصوب بروغرام ديال لونطريمون خاص بيك في الحاله الا كان ما عندكش الوقت او الوقت عندك ضيق اللي تقدر تخصو لاصال. واخا انا عارف بان الاغلبيه ديال الناس اللي كيقولوا ما عنديش الوقت فهم فعلا عندهم الوقت وكيستعملوها غير كعذر، ولكن اليوم ما خصوش يبقى عندك عذر. وعارف بانه كاين فعلا ناس كثار اللي حتى هما باغيين يمشيو لاصال، باغيين يترينيو، باغيين بزاف ديال الحوايج، ولكن فعلا ما عندهمش الوقت. تفرج معايا في هذا الفيديو حتى الاخر وغادي تفهم كل شيء ان شاء الله. اول حاجه غادي نبدا بها هو انك الا انت ما عندكش الوقت او الوقت ديالك ضيق باش انك تريني، فخصك تحيد من بالك انك تقلب على احسن طريقه باش انك تبني عضلات او لا احسن طريقه باش انك تبني قوه. هاد القضيه خصك تحيدها من راسك، حيت احسن طريقه كتبغي منك مجهود مادي، مجهود جسدي، ومجهود من الناحيه ديال الوقت. اول حاجه غادي نوصيكم عليها هي انك تحيد التمارين اللي كتحتاج انك تسخن لو كور ديالك بزاف، حيت كاين بعض التمارين اللي كتحتاج انك مثلا نص ساعه غير باش تسخن باش تمشي دير داك التمرين. فهنا ديجا انت ما عندكش ديك نص ساعه، انت باغي تريني اصلا في نص ساعه. بحال مثلا التمارين ديال السكوات، التمارين ديال الديد ليفت، ممكن دير التمارين ديال السكوات والديد ليفت وانك تسخن غير 10 دقائق. كما كنقول لك هادشي كامل على حسب انت والوقت اللي عندك. ولكن الا كنتي انت باغي تطلع قوه مثلا جسديه وباغي مثلا تمشي في الديد ليفت وتهز تقول بزاف، فانك غتحتاج وقت كثير ديال التسخان. يعني الا ما عندكش انت الوقت، اول حاجه خصك تحيد من دماغك هي التمارين اللي غتحتاج فيها انك تسخن بزاف، حيدها من الطريق. وبالخصوص حيد من بالك انك تريني بتقل كثير، يعني تريني التمارين اللي غتحتاج فيهم لي ريبيتيسيون ما بين 1 و5، يعني اللي غادي تستيميلي فيهم النيرفس سيستم ديالك، ولكن ماشي غير العضله. ثاني حاجه غنوصيكم عليها هي انك حيد عليك التمارين اللي غتحتاج فيهم بزاف ديال السيت اب باش انك تقوم بهم. بحال دابا مثلا التمرين ديال الديد ليفت، التمرين ديال الديد ليفت في اغلبيه ديال لي صال ما عندهمش بلاصه مخصصه لهذا التمرين هذا، فانك تحيد تقل من لابار وتعاود تركب تقل ديما كتكون واحد شويه معنكشه وكتضيع فيها واحد شويه ديال الوقت. داكشي علاش من الاحسن انك مثلا تحيد التمارين اللي غتحتاج فيهم بحال هكا واستعمل مثلا سميت ماشين. سميت ماشين سهل انك تركب تقل وتحيد تقل. استعمل لي ماشين كتجي تصل الوقت كتبدا تريني، ما غتضيع على وقت لا والو في انك حيد لبرا ركب لبرا. او لا مثلا خصك تمشي تقلب على الثقل فين هو، تقلب على 10 كيلو فين هي، تقلب على 5 كيلو فين هي، وهنا كيضيع بزاف ديال الوقت. داكشي من الاحسن انك تستعمل لي ماشين عوض بحال التمارين هادو. ثالث حاجه معنا اليوم هي انك حاول انك تحيد التمارين اللي كتخدم فيهم ميسكل واحد، وحاول دير تمارين اللي كتخدم فيهم اكثر من ميسكل واحد باش تقلص الوقت ديال الورك اوت ديالك اقل ما يمكن. مثال بسيط بحال دابا مثلا غنمشي للتمرين باغي نخدم انا الصدر، غنمشي ندير مثلا كلوز جريب بنش بريس. هنايا غنكون تنخدم صدري، غنكون تنخدم كتافي، وغنكون كنخدم تريسبس ديالي. يعني مزيان مثلا غنمشي غندير تشين ابس غنكون تنخدم ظهري، كنخدم بيسبس ديالي. يعني حاول ديما دير تمارين اللي كتكون مركبه واللي غتخدم فيها اكثر من ميسكل واحد و غتكون افيكاس، يعني لدوك لي ميسكل بزاف. ورابع حاجه قلتها ولكن بغيت ناكد عليها مزيان هو انك خلي لي ريبيتيسيون ديالك ما بين 8 و15، ومن الاحسن انك تخليهم ما بين 12 و15، حيت الا كانوا لي ريبيتيسيون ديالك قل من 8 فهنا كتحتاج وقت كثير فاش انك تسخن، هنا كيضيع لك الوقت في ديال التسخين، وبالتالي ما عندكش انت اصلا داك الوقت اللي خصك تضيع. داكشي علاش من الاحسن خليهم ما بين 8 و15، ومن الاحسن كاع ما بين 12 و15 في واحد لازون اللي غتكون فيها في ليبرتروفي، غتكون كتخدم سترينث وفي نفس الوقت ما غاديش تضيع وقت بزاف ديال التسخين. غالب الاحيان غتحتاج سيريه وحده غتسخن فيها ودوز تخدم كمل لونطريمون ديالك. خامس حاجه معنا اليوم هي انك تخدم دير سوبر سيس في الورك اوت ديالك، ولا تقدر تبني الورك اوت كله على شكل سوبر سيس. فهادو كيساهموا باش انك تقلص الوقت ديال الورك اوت ديالك بشكل لا يستهان به. بحال دابا مثلا الا كنت انا غنمشي غندير تمرين واحد، وفي داك التمرين خصني نستراح مثلا دقيقه ما بين كل سيري وسيري، فهنا غادي نحتاج نستراح دقيقه ما بين جوج ديال التمارين، فديجا انا حيدت عليا واحد الوقت اللي 5 دقائق ولا 10 دقائق في واحد التمرين اللي كانت غضيع عليا. وبهذه الطريقه غادي نقلص التمرين الوقت ديال لونطريمون ديالي. وفي هذه النقطه هذه بغيت نقول لكم حاجه اخرى اللي هي انه ركز على الوقت اكثر من انك تركز على
الثقل ولي ريبيتيسيون. يعني حاول انك تخلي الثقل ديما مناسب مع الوقت اللي عندك نتايا ديال لاصال. بحال دابا نعطيك مثال بسيط، مثلا انا مشيت كندير مثلا التمرين ديال البنش بريس وهاز مثلا 60 كيلو في داك التمرين. الا كنت مثلا في السيري الاولى درت 15 ديال لي ريبيتيسيون، فنقدر نحتاج 2 دقائق باش انني نعاود ندير 15 وحده اخرى. ولكن الا ارتحت غير 30 ثانيه ولا 45 ثانيه فما غنقدرش ندير 15 وحده اخرى، نقدر ندير مثلا غير 12. فهنا ديما حكم الوقت ديالك وركز على انك المره الجايه ان شاء الله، هاد المره درت 15 12 10 8، المره الجايه نحاول ندير بنفس الثقل بنفس التوقيت، ندير 15 13، مره اخرى ندير 15 14، ونحاول نبني القوه ديالي ونبني راسي في داك التمرين. ما عمرني ما نقول لا انا خدمت 15 وعييت 45 ثانيه ما كافيانيش باش نرتاح. لا، حكم الوقت ديالك حيت انت اصلا ما عندكش الوقت. حاجه واحده اخرى اللي هي تقدر تعاون بزاف باش انك تقلص الوقت ديالك، ونقدر ندخلها حتى هي مع النقطه الخامسه، ما نديرلاش نقطه بوحديتها، هي انك تخدم بواحد الطريقه كتسمى البيراميد سيتس. البيراميد سيتس يعني تقدر تخدم باكثر ثقل ودير اكبر عدد ديال لي ريبيتيسيون ممكنه، تتنقص ثقل زيد دير اكبر عدد ديال لي ريبيتيسيون، تنقص ثقل زيد دير اكبر عدد ديال لي ريبيتيسيون، وتبقى غادي حتى تنقص ثقل كله في دقه واحده. وهنا كتكون درتي التمرين ديالك، خدمتي العضله ديالك في سيريه وحده، ومحتاج ما ضيعتيش الوقت في الراحه، ما ضيعتيش بزاف ديال الوقت، خدمتي التمرين ديالك العضله ديالك فينيش. البيراميد سيتس كيخدم عنده جوج ديال لي برينسيپ، يا اما تكبر يا اما تبدا ماشي تكبر، اما تبدا باكبر ثقل وتبقى غادي وكتنقص ثقل، يا اما تبدا بثقل ناقص وتبدا تطلعو وتعاود تنقصوا في نفس السيريه. مثلا غادي نخدم مثلا 20 كيلو 15 ريبيتيسيون، 40 كيلو 10 ديال لي ريبيتيسيون، 60 كيلو 5 ديال لي ريبيتيسيون، غنعاود نهبط ل 40 كيلو ونحاول ندير شحال، نشوف شحال نقدر مثلا 6 ولا 4 ولا ما عرفتش انا شكون واحد شحال تقدر دير، نعاود نقص ل 10 كيلو عاود ل 20 كيلو عاوتاني، وندير عاوتاني واحد 4 وحدين اخرين صافي تنسالي. هذه كتسمى البيراميد سيتس، وهادو حتى هما كيعاونوا بزاف باش انك تنقص من الوقت ديال لونطريمون ديالك، ما تبقاش تقول لي ما عنديش الوقت. وسادس نقطه اللي هي اهم نقطه واللي يمكن كان خصني نبدا بها هي الاولى، اللي هي انك ركز على البروغريسيف اوفرلود ماشي على الفالير. حتى شي الا ركزتي على الفالير فهنا غتضيع وقت ما بين السيري والسيري ولا ما بين التمرين والتمرين، حتى غتعيا وما تقدرش تزيد تكمل في الورك اوت ديالك. زائد ان الكور ديالك او الجسم ديالك غادي يحتاج وقت اكثر باش انه يريكوفري من ديك الحصه ديال التمرين ديالك، وبالتالي غتعيا بزاف. وانك انت الا ما عندكش الوقت فهادشي كيعني انك تبعك قرايه، تبعك خدمه، تبعك اي حاجه، ما عرفتش انا شنو عندك في حياتك، فانك غتكون عيان باش انك تمارس داكشي ديالك، وبالتالي ما غتكونش عندك الموتيفاسيون باش انك ترجع عاوتاني لاصال وتقوم بالتمارين ديالك. داكشي علاش ركز على البروغريسيف اوفرلود. شنو هي البروغريسيف اوفرلود؟ البروغريسيف اوفرلود يعني الى اليوم خدمت مثلا في واحد التمرين هزيت فيه مثلا 10 كيلو ودرت بديك ال 10 كيلو 15 ديال لي ريبيتيسيون، المره الجايه نهز 10 كيلو ونحاول ندير 16 ديال لي ريبيتيسيون، اولا نهز 12 كيلو ونحاول ندير بها عاوتاني 15 ديال لي ريبيتيسيون، ولا الا ما قدرتش ندير 15 ندوز ل 12 كيلو درت بها مثلا 12 ريبيتيسيون، مره اخرى ندير 13، مره اخرى ندير 14، مره اخرى ندير 15. ماشي ضروري انك توصل للفاليور. كاين بزاف ديال الناس الا دخلتي اليوتيوب كتقلب غيقول لك لا خصك ضروري توصل للفاليور باش تبني عضلات، خصك هذه هذيك هضره خاويه. الفاليور عنده غيزونمون ديالو، ولكن حنا في واحد الحاله اللي ما عندكش انت الوقت، واللي لونطريمون اولا هاد الرياضه هذه ماشي هي حياتك، ماشي هي البيزنس ديالك، يعني ما غتوكلكش طارب الخبز، هذه غير باش تشد صحتك وهوايه، يعني ما كاينلاش تبقى تحمق راسك مع داكشي. اهم حاجه هي ان الميوسكل يبقى اندر تنشن، يعني تحت الضغط، ويبقى ديما خدام باش ان الجسم ديالك كيبقى ديما يبني فيه. والسابع نقطه اللي غنقول لكم، تقدر تستعمل بري ورك اوت. يعني البري ورك اوت غادي يساهم، غادي يعطيك انرجي في الحصه ديال لونطريمون ديالك، وبالتالي غادي يساعدك باش انك تريكوفري دغيا ما بين السيري والسيريه، وغادي يساعدك باش انك تكمل الحصه ديال التمرين ديالك في اسرع وقت ممكن، باش بحال الا ما كانش عندك البري ورك اوت. وهذا الشيء اللي غادي يدينا للفيديو القادم ان شاء الله، اللي غادي نهضر فيه على البري ورك اوت، كيفاش تختار البري ورك اوت، حيت راه الاغلبيه ديال البري ورك اوت اللي كاينين في السوق فراهم ما يستاهلوش انك تشريهم، راك تضيع فلوسك. داكشي علاش تابونا وخلي جاي من هذا الفيديو، وان شاء الله الفيديو الجاي او السيمانه الجايه غادي نهضر على البري ورك اوت. المهم هادشي كامل اللي هضرت عليه في هذه الحلقه، فهو ماشي احسن طريقه باش انك
تريني. ولكن احسن طريقه باش انك تريني الا ما عندكش الوقت، وديما حاول انك تقاد بروغرام ديالك اللي غيتمشى مع النيفو اللي انت فيه، غيتمشى مع الوقت اللي عندك. اي ماشي تمشي مثلا تدخل يوتيوب تشوف خونا تيتريني بواحد الطريقه وتحاول تمشي انت تقلدو. ديما حاول تعلم انك تبني بروغرام ديالك خاص بك. دونك كان هذا هو الفيديو ديال هذه الحلقه هذه. تهلاو.